واخيرا هتقدر تاخد شقة جوه اي مدينة او جوه المحافظة، ومش شرط انك تروح المدن الجديدة اللي بتكون مش مناسبة ناس كتير علشان مشوارها بعيد. فين الشقة دي يا هاني، وهتكون موجودة ازاي، وازاي نقدر ناخدها؟ بقول لك يا صديقي ان الشقة دي شقق تطوير عواصم المحافظات عن طريق صندوق التنمية الحضرية بالتعاون مع بنك التعمير والاسكان باشراف وزارة الاسكان. خلاص اعلنوا رسميا عن انطلاق شقق تطوير عواصم المحافظات. ان شاء الله هنبدأ مع بعض سلسلة حلقات كاملة. الحلقة دي هتكون الحلقة الأولى، وهنتكلم في حلقات تانية كتير جدا. هكلمكم في الحلقة دي عن موضوع شقق عواصم المحافظات، وهتكون فين، وأعدادها في حدود كام، وهل هي قابلة للزيادة ولا لأ، وإزاي هتقدر تقدم عليها، وإجراءاتها المبدئية، وشوية معلومات مهمة جدا جدا. والحلقات الجاية بإذن الله هوضح لكم فيها حاجات كتيرة جدا، الطريقة الفعلية للتقديم، وإزاي هتتحاسب عليها، وشروطها وأحكامها، وإزاي تقدر تقدم، ومواعيد التقديم، وكل الامور المتعلقه بشقق تطوير عواصم المحافظات. علشان فعلا ناس كتيره جدا جدا شايفه في مباني جميله جدا زي اللي بتظهر معاكم دلوقتي على الشاشه، موجوده في اغلب الاماكن في القاهره وفي المحافظات، وبيسالوا عنها. هي دي يا صديقي شقق تطوير عواصم المحافظات، وحلقتنا الاولى النهارده عنها. وتابع معايا الحلقات الجايه. ما تنساش بقى اللايك للفيديو، لان فعلا اللايك مهم جدا جدا يا صديقي. انا اضطريت ان انا اذكرك بيه، لان انا فعلا بلاقي تفاعل قليل جدا جدا على الفيديو، واليوتيوب والفيسبوك بيحبوا اللايكات او التفاعل مع الفيديو عامه، والكومنت واي حاجه علشان يرشحوا الفيديو ده ويظهروه. فاتمنى ما تبخلش علينا باللايك، لان اللايك فعلا مهم جدا جدا منك. واقول لك خليك معايا لاخر الفيديو وما تروحش في حته تانية، هتستفيد كتير. هاني الخميسي، كلام في المفيد. السلام عليكم أصدقائي وأحبابي ومتابعي كلام في المفيد، أهلا ومرحبا بكم، ومعاكم في سلسلة حلقات جديدة خالص هنتكلم فيها بقى عن شقق تطوير عواصم المحافظات. هشرح لكم الموضوع من الألف للياء، فخليك معايا كده ونبدأ مع بعض. وكوباية شاي جميلة ليك أو نسكافيه زي ما أنت بتحب، وممكن كمان قهوة، وركز معايا يا صديقي. أول حاجة عايزك تعرفها إن كده وزارة الإسكان بتتبنى مبادرة السيد رئيس الجمهورية سكن لكل المصريين، يعني بمختلف الإعلانات كله داخل تحت المبادرة دي. واللي هينفذ المبادرة دي وزارة الإسكان، وتحت منها في جهتين. الجهة الأولى اللي هو صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وده بينزل الشقق أو بيشرف عن الشقق وموضوع الشقق اللي في المجتمعات العمرانية الجديدة، يعني في المدن الجديدة جوه المحافظات زي أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر نفسها، الشيخ زايد، العبور، الشروق، حدائق العاصمة، مدينة بدر، مدينة 15 مايو، السادات الجديدة، برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة، قنا الجديدة. كل المدن اللي تابعة لأجهزة مدن تبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في المحافظات بتكون تبع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. والصندوق التاني اسمه صندوق التنمية الحضرية، وده بقى مختص بالأماكن اللي جوه المحافظات نفسها، يعني المحافظات القديمة جوه منها قطع أراضي فاضية بدأوا يحصروها ويسلموها لصندوق التنمية الحضرية علشان يبدأ بقى فيها تطوير عواصم المحافظات، يبني فيها بقى مدن ومباني وعمارات وأبراج علشان يشيلوا بقى العشوائيات ويقضوا على العشوائيات، ويخلوا ناس تروح تعيش في أماكن جميلة جدا جوه المحافظات لو هي مش عايزة تروح في أماكن بعيدة. وفعلا يا صديقي بدأ التنفيذ على الموضوع ده بقوة، وبدأت الجهات الرسمية في الدولة تاخد الموضوع فعلا على محمل الجد ومحمل التنفيذ، واتخذوا إجراءات كتيرة جدا علشان الموضوع يبدأ يمشي. ومن الإجراءات اللي خدوها يا صديقي فعلا بدأوا حصر الأراضي اللي جوه المحافظات وأراضي فاضية علشان يبنوا عليها مشاريع، وبدأ التنفيذ فعلا، وفي أراضي تانية تم إضافتها. وكمان عملوا تعاون مع بنك التعمير والإسكان وصندوق التنمية الحضرية. قالوا إن صندوق التعمير والإسكان هو اللي هيكون مسؤول عن مشروع تطوير عواصم المحافظات، يبقى صندوق الإسكان بالتعاون مع جهات التمويل وكل البنوك هو المسؤول عن المجتمعات العمرانية الجديدة ومشاريع الإسكان في المجتمعات العمرانية الجديدة. وصندوق التنمية الحضرية مع بنك التعمير والإسكان هو اللي هيكون مسؤول عن مشروع تطوير عواصم المحافظات. وكده نفهم إن صندوق التنمية الحضرية هيسلم بنك التعمير والإسكان المخططات بتاعة المشروع وأسعار المشروع والفلوس وكل حاجة والأسعار وكيفية السداد وكل الأنظمة، وهيبدأ بنك التعمير والإسكان هيعلن
هيعلن عنها في اعلان رسمي، وهيبدا ان شاء الله يستقبل الطلبات ويبدا بقى يحط آلية الحجز، وكمان ياخد الفلوس يحصلها ويفتح حساب لشقق تطوير عاصمة المحافظات لصالح صندوق التنمية الحضرية. ورئاسة مجلس الوزراء اعلنت رسميا على صفحتها بالفيسبوك عن بداية المشروع وانطلاقه، وقالوا ان هيبقى اكتر من مرحلة، والمرحلة الاولى هتبدأ ب 21984 وحدة، 21984 شقة كمرحلة اولى، بس مش هتنزل كلها مرة واحدة، هتنزل تباعا، يعني اعلان ورا اعلان ورا اعلان في المرحلة الاولى، ولما يخلصوا من المرحلة الاولى يبدأوا بقى يدخلوا في المرحلة الثانية، لان الموضوع هيكون شغال تحت مبادرة السيد رئيس الجمهورية سكن لكل المصريين، يبقى في جوه المحافظات وفي بره المحافظات في المدن الجديدة. واول اعلان هينزل بقى في المرحله الاولى لشقق تطوير عواصم المحافظات يا صديقي هينزل ب 1284 وحده، يبقى اول اعلان اعلنوا عنه هينزل ب 1284 شقه في 9 محافظات على مستوى الجمهوريه، 9 محافظات مختلفه هينزل فيهم 1284 شقه تبع مشروع تطوير عواصم المحافظات وشركه دارا اللي بتنفذ المشروع والمسؤوله عن المشروع ده. ومجلس الوزراء اعلن ان فعلا بدأ رسميا اجراءات التسعير للوحدات، يعني هم دلوقتي بيسعروا الوحدات وهيبداوا يبعتوها لبنك التعمير والاسكان، وبنك التعمير والاسكان هيبدا ينزلها للطرح والناس تقدر تقدم عليها. وعايزك تتابعني الحلقات الجايه لان هشرح لك بقى الاسعار والتفاصيل وطريقه التقديم وازاي الحجز بصوره قانونيه صحيحه، علشان ما تتلخبطش ومحدش يتوهك وما تقعدش بقى تسمع كلام كتير تبقى انت محتار تمشي ازاي. انا همشي معاك في سلسله حلقات خطوه بخطوه بخطوه علشان اخد بايدك فعلا واوصلك من الالف للياء انك تاخد شقه، سواء في مشروعات الاسكان اللي هي في المدن الجديده او في مشروع الاسكان اللي هو شقق تطوير عواصم المحافظات. ومجلس الوزراء يا صديقي في البيان اللي نزله رسميا على صفحته بالفيسبوك قال ان عدد الوحدات اللي هيتم طرحه ده بيمثل حوالي 5% او لا يتعدى 5% من اجمالي المرحله الاولى، واللي احنا قلنا هتكون حوالي 21984 وحده. اما بقى المحافظات اللي هتنزل مبدئيا فيها شقق تطوير عواصم المحافظات، وقلنا انهم 9 محافظات، هيكون محافظات المنوفية والمنصورة وقنا وسوهاج والمنيا والفيوم والسويس وكفر الشيخ ودمياط. ودول كده ال9 محافظات اللي هينزلوا ان شاء الله في الاعلان الاول للمرحلة الاولى في شقق تطوير عواصم المحافظات. فالناس بقى اللي في المحافظات دي تجهز نفسها وتجهز مبلغ من المال وتتابع معايا الحلقات الجاية علشان ان شاء الله نوضح لهم كيفية الحجز وشروط الحجز وازاي يتم ومواعيده وكل التفاصيل الخاصة بشقق تطوير عواصم المحافظات. ومش معنى كلامي ده ان الناس اللي في المحافظات دي بس تجهز نفسها، لا، ده انا بقول لك كل المحافظات تبدأ تجهز نفسها، لان تم الاعلان عن ان الشغل شغال في 23 موقع في 13 محافظة مختلفة، وهتيجي كل المحافظات تباعا، لان احنا زي ما وضحنا المشروع شغال تحت مبادرة سكن لكل المصريين، فهيتم حصر الاراضي الفاضية في كل المحافظات وهتنزل في مشروع تطوير عواصم المحافظات. والبيان قال ان ال 23 موقع اللي هم في 13 محافظة دول نازل فيهم او فيهم 61,000 وحدة سكنية او 61,000 شقة، وجاري فعلا التنفيذ فيهم واوشك كمان التنفيذ على الانتهاء، وهينزلوهم في طروحات مع بنك التعمير والاسكان. وعلشان تعرف المواقع دي والناس برضو جاهز نفسها في اغلب المحافظات هقول لك دلوقتي على المحافظات وهتظهر قدامك دلوقتي على الشاشة. وال 13 محافظة يا صديقي اللي هينزلوا ان شاء الله في شقق تطوير عواصم المحافظات هتكون القاهرة والسويس ودمياط وكفر الشيخ والغربية والقليوبية والفيوم والشرقية والمنوفية وقنا والمنيا وسوهاج والدقهلية. وزي ما وضحنا إن شاء الله هينزل فيهم 61,000 وحدة سكنية أو 61,000 شقة. وبس كده يا صديقي، دي كانت الحلقة الأولى في سلسلة حلقات شقق تطوير عواصم المحافظات. مش هذكرك إن شاء الله الحلقات الجاية هتكون مفيدة جدا جدا بالنسبة لك لو أنت حابب فعلا تستفيد بشقة جوه المحافظات ومش عايز تروح المجتمعات العمرانية الجديدة أو المدن الجديدة لو أنت بتشوفها بعيدة، رغم إنها مش بتبقى بعيدة ولا حاجة والمستقبل كله ليها. بذكرك تاني اللايك مهم جدا جدا منك للفيديو، وأتمنى تتابعني باستمرار لأن أقدم لك كل ما هو مفيد بالنسبة لك إن شاء الله في أمور الحياة اليومية. نقول لكم دمتم في رعاية الله وأمنه. ما تنسوش الشير الجميل للفيديو عشان تفيدوا الغير، واشتركوا معايا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل منشوراتي أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.